بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق الجملة بيتباع فيها الخاص بالرابطة بتبقى موزونة 3 كيلو، بيبقى سعرها 15 جنيه. البصل المقور النهاردة من 4 ونص ل5 ونص، البصل الفتيل من 6 ل7، البصل الأحمر من 13 ل13 ونص، البتنجان الأبيض من 17 ل18 جنيه، بتنجان من الزرع اللي غلي في الموسم، كل سنة وانتم طيبين. حتى العروس النهاردة بتنجان العروس ب15 جنيه. قلت لحضراتكم قبل كده في من يومين او من 3 ايام، وكل ما هو هيتعمل محشي في الاسبوع الاولاني من رمضان هتلاقي اسعاره بتبتدي ترتفع من هنا لغايه رمضان. النهارده لحد كل سنه وحضراتكم طيبين، يعني السبت ان شاء الله صايمين، خميس وجمعه بقى هنكمل بقيه حاجتنا. الفاصوليا من 13 ل 18، والكوسه من 5 ل 7 جنيه، والبطاطا ب 14 جنيه، والبتنجان الرومي النهارده ب 10 جنيه. البتنجان الرومي ب10 جنيه. البتنجان الرومي اللي كنا بنتكلم عليه من 2 ل4 مطاعم. والخيار النهارده في طبعا الخيار بلطيم من 13 ل15، خيار الصعيد ب7 وب11 جنيه، والقلقاس من 13 ل15، التوم القديم من 50 ل55 جنيه. ادي البصل الأحمر من 13 ل13 ونص. والطماطم، في طماطم نظيفة، طماطم السلك يا جماعة وصلت 50 55. الطماطم الأرضي اللي احنا بنتكلم عليها، الطماطم اللي هي بقالها فترة كبيرة ماسكة أسعار 30 40 جنيه، والعالي فيها أو البرنيكة الكبيرة ب60 وب70 جنيه. لكن ابتدت تظهر الطماطم السلك الجودة العالية من 50 ل55، والبرنيكة الكبيرة فيها ب80 جنيه. الفلفل الرومي التوب ب20 جنيه، والكوسة قلت لحضراتكم فيه من 5 ل7 جنيه. ادي الكوسة قدامنا. البسكرة الحامية من 19 ل20، والبارد ب18 جنيه، اللي هي الشطة، يعني الفلفل الشطة. والفلفل الرومي قلت لحضراتكم ب20 جنيه 21، الصوب ب22 كمان و23 جنيه. كل ما هو كرنب وفلفل وبتنجان وهيتحشي في رمضان ماسك أسعار عالية. قبل رمضان ب10 أيام كنا بنقول الكلام ده، والنهاردة خلاص لسه على رمضان 5 أيام أو 6 أيام. كل سنة وحضراتكم طيبين، والأسعار تتوالى في الزيادة. قبل ما نمشي من الخضار ورحنا برضو على الفاكهة، وقبل ما نخلص الفيديو بتاعنا بعد الفاكهة هنروح للسمك. البرتقان ب21 و22، وكمان الجوافة ب21 22، والفراولة من 18 ل22 23. الفراولة الجودة العالية، والنبق الكيلو 35، والتفاح من 45 لغاية 65 التفاح المستورد، واليوسفي من 16 ل17، واليوسفي العالي 21 22. ان شاء الله ادي احنا اللي بقينا في السمك الدبارة والبوري، يعني السمك اللي هيتعمل فسيخ، علشان ان شاء الله كده كلنا بنطلع من رمضان على الفسيخ باذن الله. في خلال شهر رمضان هعمل لحضراتكم حلقة من يعني واحد من اكبر محلات الفسيخ والاسماك المملحة في مصر وفي بعض دول الخليج، وطبعا ليه محلاته برضو في دول أوروبية. خلاص كده عرفتوه. محمد النجار بإذن الله لنا حلقة قبل رمضان ما يخلص من محلات محمد النجار، ونتكلم على الفسيخ والرنجة والفسيخ بقى بأشكاله، وتورتة الفسيخ اللي بيعملها محمد النجار. وعموما أسعار البوري والدبارة اللي قدامنا دي بتتراوح من 110 لغاية 180 جنيه، والبولتي برضو جات عشان الصورة جات عليه أسعاره في الجملة من 60 لغاية 110. ما قلتش البطاطس النهاردة أخبارها إيه في الخضار. آه في ارتفاع شوية في أسعار البطاطس. سبونتا المنصورة 6 وربع 6 ونص لغاية 7 إلا ربع، والتايسون 6 ونص 7، والسلانة 5 ونص 6، والبرن 5 ونص 6 جنيه. البصل المقور قلنا من 4 ونص ل5 ونص، والبصل الفتيل من 6 ل7، والأحمر من 13 ل13 ونص. وجبنا لحضراتكم جميع أسعار الطماطم من 30 لغاية 70، وطماطم السلك من 50 لغاية 80 جنيه. كمان في ارتفاع في أسعار الليمون من 45 ل 47، البتنجان الرومي من 7 ل 8، وزرع إسماعيلية هو اللي موجود في السوق، وطبعا زرع الصعيد بيبتدي يقل من السوق. والفلفل الألوان قلت لكم 45، والقلقاس من 13 ل 15، والجزر ال 14 كيلو
من 50 ل 70 جنيه، والثوم الابيض من 13 ل 15، والثوم الاحمر ثوم الفراوله من 18 ل 20، والبسله 10، والفاصوليا